عملتها بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا حبايبي؟ كويسين؟ يا رب يكونوا بخير وهنا وسعادة وراحة بال. بسم الله ما شاء الله، لا يجعل أيامنا وأيامكم خضرة وهنا وسعادة وراحة بال. الله على المنظر، جميلة جميلة وبألف هنا وشفا. شايف الجمال؟ سبحان الله، الحمد لله. أرضنا ما تنبت إلا الحاجة الحلوة، الحمد لله. أرضنا مش أرضنا كزرع نحن زارعينها، أرضنا ككل يعني أرضنا طاهرة إن شاء الله. يا رب يكون طاهرة دايما يا رب، وطلع لنا الحاجة الحلوة. بسم الله ما شاء الله. إيه رأيكم في الملوخية العسل دي؟ الربطة ب5 نعمة أقل يعني. تقولي له ناخدها 3 ب10. الرجل عشان يمشي حاله أي مشي الصراحة، مش هيقول لا، يقول ماشي. لكن لا، أنا لا. 2 بكام؟ قال له ب10. قلت له ماشي. قال لي تمام، يعني معناتها عاوزة. قلت لا لا لا، زينة كده يعني معناها. لكن أنا من جواي قلت زين كده الحمد لله. ودي ناخد العلفة الخشنة نديها للطير نصبره عشان ما يقعدش يلف حواليا ونقعد نعفص فيه، وتمام التمام والحمد لله. وادي هنا لقيت بيضة امبارح، بص ما قدرش تطلع، وده أول مرة يحط لي. قدرش تطلع ولقيتها ميتة. فأنا إيه، وهي ناشفة على فكرة، ولا فيها دم ولا فيها مية ولا حاجة. وأنا مش عنخلي أصلا إيدي طص جلدها يعني. ماشي ماشي. ادي لما تلقوا حاجة زي كده أو نصها طالع أو منقارها طالع ساعدوها. لكن المشلوخة شالخ ولسه ما طلعت، أنا لا، ما نروح اشتري الحاجة دي خالص. أنا ما نروحش. بصوا شايفينها ناشفة بصوا قدراش تطلع، قدراش تطلع. زي روحها كده ردت فيها. بصوا شغالة تفرفر فرفير، عاوزة تطلع من القشرة. والقشرة جامدة شوية. كانت القشرة الأول رهيفة ونلقاها معصور. بصوا يا جماعة، واللي في ايدي دي يا جماعة قشرة ملوخية. بصوا ادوها كده نفسها، افتحوا لها كده تمام. بحطوا باية بقشاية بريشة وطلعوها عشان ما تزنكش وتموت. لقيت امبارح برضه قدرش تطلع وراحت ايه، ماتت. كانت البيضة يعني بصوا شفافة شفافة. كله يجي ايه يتجعك ويتكسر ويموت، واللي فيه يموت رحت البطارية قلت له عاوزة كذا 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 للطير. قال لي ماشي حاضر. اداني الصراحة وخشنت شوية، خلت القدرش تطلع دي ونروح نلقاها مكبوسة شوية كويس الحمد لله. بس اللي شد ال معايا القشرة العالفة يا جماعة. وادي بصوا اسبرين. انا الطير ما يعني مع الجو والتغيير ما عجبنيش. بس الصراحة بسم الله ما شاء الله، ما نحط له مهما نحط له في علاج من غير التوم. اللي تجيب التومة وكده على طولها تقسميها نصين وتروحي ايه زقديها، تجيبي ايه 4 نوايات حيديكي 8 ايه قطع. هتقسميها نص وتزقدي. بسم الله ما شاء الله، يفتح شهيته وترد روح التومة أكبر مضاد. وكويس كويس كويس. لقيته أنا أفيد عندي من العلاج وسريع عندي على العلاج. فلا أنا عندي كده وندي برضي علاج، بس الأقوى للأحسن التوم. ماشي. ادي ايه شفنا ايه عملنا يعني النهارده.
وكل يوم ايه نعالجوا فيه شوية لغاية ما الموجة دي تعدي، الموجة دي تعدي، هي ولا طلع لها شمس ولا حاجبة ونار. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يفكها من عنده. وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبتي لا تقول لي انت وحدك فيش حد يساعدك، ما فيش رحمة؟ لا والله في رحمة يا حبيبتي. أنا هاللحظة دي اللي عم أطلعها معاكم، لكن كل يعمل بنات الحمد لله، الحمد لله، ألف حمد وشكر. الحمد لله معايا بنوتة، ربنا يخلي له ويخلي لكم. بس بصوا، كل واحد في شغله، كل واحد. انا مثلا هنروح نمسح، هنروح نغسل، هنروح ننشر، برضو مش تروحوا ايه كلكم آه تروحوا ايه تحتمدوا على ان تخلوا العيال كلهم معاكم. اعملوا ماشي، اعملوا لما تخبزوا بسكويت كل واحد يساعد حاجة، اعملوا لما تعملوا كعك كل واحد يساعد الحاجات المحتاجة، لكن انا من غير الطبيخ بس. ف بردي نقول لكم على حاجة، ما تحدش، مش عشان خاطر اني انا موفرة ولا نوفر حد، لا، بردي الواحد تضغطوشي على عيال عشان ما يبقاش عنديها كبت وتتخنق. ما انتوا خلوا العيل على راحته ويعمل، هو هيعمل، بس الكلام ليه هيضايقه، حسه يخنقه. فخليوهم يعملوا قد ما يعملوا. أنا على عام عشان هتلقوهم في الكبر، فأنتوا ضغطتوا عليهم وكبستوهم وعبتوهم، ما مش هتقدروا في الكبر تلقوهم. ليه؟ ما هم كبروا أكبر منيكم، ما هم من الضغط اللي ضغطوه من غير سنهم هيكبروا أكبر منكم، يبقوش عنديهم طاقة ولا حيل ولا قدرة إن هم يشيلوكم ولا إن شاء الله يا رب ما تعوزها، إن شاء الله ما تعوزها، يوم ما تعوزها يا رب يتاخد أمانتك. البني آدم عفش كنت نقول لابويا يا بايا انا عاوزك تقعد معايا ان شاء الله عظم في قفة، قال لي لا، البني ادم مع احترام ليكم رمة، ما لا، اوعى تقولها لي تتمنى ليش كده. يقول دايما ميتني وتربط طريق على رجلي، اقسم بالله. اعيا يوم الخميس الصبح صلى عليه صلاة الفجر، شفتوا الدفن الساعة 6 الصبح يوم الجمعة. يا جماعة عرفت كلمة معنى أبويا دي، فإحنا ما نضغطوش ككل، مش علشان الكلمة ليا، لا، ككل. انتوا محتاجينهم بعدين، محتاجينهم في الكبر، محتاجينهم يسألوا عليكم، محتاجينهم يقضوا العازة، محتاجينهم سند ليكم لما تروحوا مشوار. فانتوا لما هتضغطوا من هم وصغيرين ويبقى عندهم كبت، صدقوني هيكبروا أكبر منكم، هيحبطوا وما عندهم قدرة، هتبقى انتوا أشد وأحسن منيهم. يعني فده أنا وجهة نظري للأمهات، يعني مش أنا تضغطوش على عيال زيادة على اللزوم، عشان بعدهم تلقيهم سند ليكم. وفي كل هيتعمل يا جماعة، فيش حاجة مش هتتعمل، هتتعمل وهتتقضي بالحنان بالحب، كل حاجة هتمشي. بس كأنا مش هنطلع معاكم عشان القناة، أنا اللي يعني أنا اللي هندير فيها، وأنا اللي هنعمل الحاجات دي، الأكل فيها ونعمل المصلحة دي، اللي فيها دي أنا هنوقف ونطلع فيها ونتحرك إلا للقناة، في القناة. بس الطير ده أنا ده لا، ده أنا لازم نطلع له الصبح ونطلع له قبل المغرب، ده حياتي، عشقي. لما نفتح باب البنية ونبص كده في حمامي، ده أهدم الآخر. وجايبة ده أنا بدل ما إيه تسالي
كان البط ضلع يفرفر والطيور، الفروج ده عشان زبلة بيته، لكن كالبط ده جايباه حاجة ايه. انا قاعدة فهي يلا مع بعضها كده يعني. انا ايه الحمام صدقوني مش للي الحمد لله يوكلنا ويذوقنا، بدل ما نقولوا ايه عاوزينه نفسنا عندنا. الحمد لله دايما عندينا وعنديكم، ودايما يا رب يديمها محبة وهنا وسعادة. وهنفرح فرحة ما تتقدر. اللي هتقول لي عملت زيك يوم غادة، جبت حمام زيك، جبت فروج زيك، جبت بط زيك. بصوا حبايبي دي لقيتي خلاص 8 خلاص، أول 6 هاتوا عشان يلحق معاكم ويبشر على إن شاء الله، على إن شاء الله، على إيه، على رمضان. بتقولوا بقى طويل رمضان ده يكون معلش، بس كل ما الدنيا تبرد الطير إيه يتأخر شوية في إنتاج البيض. فالحر وكده يخلي ايه كل حاجة تنبت قوام زي ايه البيض يطلع، الفروج يكبر، إيه عنقود البيض ينبت فيه بسرعة، هكذا يعني. اه وطبعا أهد العيش اللي قعد عندنا يتوفر لنا يخاله، بس عشان الجو دلوقتي مش محتمل، حر. نيخاله ونحط عليه شوية علفة، نخلي شوية نقسمهن في العلبة دي وفي العلبة دي عشان ما يتعرقش مع بعضه ونحط عليه. والحمامة حط لها علفة كمان. الجو حر عليه، عاوزة برضه ايه نكسره، نشتري غلة قمح ونحط عليه. هادي حبايبي طلعت معاكم. لا انا اللي عاوزة كده، انا عشان نطلع ناخد معاكم ادي بصوا اسبرنتين برضه ايه نعملوا